الموضوع ابتدى من 1940 وقت أمّا شيلدون حَط النظرية ديّة وقال لك بقى طبقًا لشكل الجسم إحنا هنحدد شخصية اللي مش عارف الإيه، سيبك من الكلام ده كله بتاع شيلدون وما تحطّلوش اعتبار في حتّة الشخصية والكلام ده كله، إحنا محتاجين نركّز في فيديو النهارده على 3 حاجات. هل في حاجة اسمها شكل جسم معيّن؟ طيب لو في نظرية شكل جسم معيّن، هل دي هتؤثّر على رياضة معيّنة أو الحجم العضلي أو صحّتي أو غيره؟ طيب وآخر حاجة، هل لو أنا عندي frame أو شكل معيّن، معنى كده إن أنا مش هاتحسّن قدّام بطريقة معيّنة أو هل في شكل جينات معيّنة هتفرض عليّا تطوّري؟ دول ال3 أسئلة اللي إحنا عايزين ناخدهم مع بعض النهارده. هارجع بقى تاني معاك من بعد شيلدون، من بعد شيلدون 1940 جه حد اسمه كارتر هو وواحد صاحبه سنة 1990 وابتدوا يحطّوا شوية كده إيه، حاجات تطوّرات كده للنظرية ديّة وألّفوا شوية حاجات فيها، قال لك لأ، إحنا مش بس هم 3 ده في 13 نوع، في central وفي balanced ecto وفي balanced meso وفي iso ecto ecto meso gendo وحاجات كتيرة جدًا في قلب الإيه، في قلب الtypes دي، فهم مش 3 أنواع بس زي ما أنت فاكر، هم كمان 13 نوع، والموضوع فضل مستمر لغاية سنة 2002 عملوا دراسة قال لك إحنا عايزين نشوف بقى شكل الجسم ده، هل هو مرتبط ببعض الأمراض والّا لأ؟ لو إن الناس اللي ليها frame معيّن هيبقى عندها بعض الأمراض المعيّنة، زي مثلًا الناس اللي حجم الstructure بتاع عضمها عريض، فبالتالي دهونها أكتر والحاجات اللي زي ديّة كلّها، هيبقى عنده التهابات أكتر ويبقى عنده ضغط وهيبقى عنده مشاكل أو غيره، وده شيء منطقي، يعني مش محتاج أصلًا تقسيم أشكال ولا تقسيم أي حاجة، أنت لا مغيّر الlifestyle بتاعتك وبتاكل أي حاجة وشكل جسمك بيعبّي كذا وبيعمل كذا، فبالتالي هيبقى عندك inflammations وهيبقى عندك مشاكل في الضغط وهيبقى عندك مشاكل في السُكّر ومشاكل في كل حاجة في جسمك، فبالتالي القصة مش بس في شكل الجسم، ولكن شكل الجسم دوّة ومكوناته عاملة إزاي. في الآخر التطبيق واحد، اعمل diet غيّر الlifestyle بتاعتك، ضبّط تمرينك كويس جدًا، زوّد معدل خطواتك يوميًا وابتدي اتحرك، هتضبّط شكل جسمك بشكل كويس جدًا. برضه فضلت الأبحاث والدراسات مستمرة في الموضوع ديّة، ومنها دراسة اتعملت على بعض اللعيبة بتاعة الجمباز، قال لك بقى إحنا عايزين نشوف هل شكل جسمهم ده هيفرق في الرياضة والّا لأ؟ وبالفعل لقينا إن شكل الجسم ممكن يفرق في بعض أنواع الرياضات زي الجمباز، وده شيء منطقي جدًا وطبيعي، بس نقطة الخلاف هنا هل مقياس الجسم ده قبل تطبيق الرياضة والّا أثناء تطبيق الرياضة؟ بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا شُفت شكل جسمك من برّه كده، وأنت عندك مثلًا وليكن 5 أو 6 سنين، هاقول الشخص ده ينفع يلعب جمباز والّا لأ، والّا هيبقى تحديد مصير مش مضبوط، لإن دي نقطة مهمة. فإحنا ساعات في السن الصغير بنحكم على الطفل من برّه، بمعنى إن إحنا في بعض الرياضات في القطاع الصغير يجوز ليك إنك كمدرب تقول إن الشخص ده ممكن ما يجيش منه في اللعبة دي، لإن شكله مش هيناسب طبيعة اللعبة دي، ولكن ما ينفعش التعميم بناءً على كل الرياضات، عشان كده إحنا بندّي بعض الرياضات خصائص معيّنة، زي الجمباز، يعني الحتّة دي بتاعة شكل الجسم هي خاصة شوية بالجمباز، لكن تيجي في الكورة، الطويل ينفع يلعب كورة، العريض، قصيّر، عندك ميسي قصيّر، عندك رونالدو طويل، فممكن تلاقي أجسام مختلفة كلّها أداء كويس جدًا في الرياضة، نظرًا لتعدُّد المراكز، نظرًا لاختلاف الإمكانيات، نظرًا لقد إيه المجهود اللي هيبذله كل شخص فيهم، فتحديد الرياضة بناءً على شكل الجسم لسه ما أثبتش قوته بنسبة 100% في معظم الرياضات، بعض الرياضات بس، زي الجمباز مثلًا. هاحكي لك القصة بتاعة حد أنت عارفه أكيد اللي هو حفظور، الراجل الطويل الضخم اللي قال لك أنا هابقى أجمد لعيب باسكت في العالم، وأنا طولي كويس جدًا وهانفع في لعبة الباسكت كويس جدًا. قرر إن هو يدخل الباسكت وهو صغير، كل أمّا ينط ويعمل jump وبعدين بعد كده ينزل يعمل land هوب الأنكل بتاعه يتلوح، يتمزق، يتصاب، يعمل عملية، طيب يرجع تاني يتصاب تاني وهكذا. قال لك لأ ما بديهاش بقى، اللعبة دي مش جاية معايا سكة، رغم إن أنا شكل جسمي طويل وكويس وبنياني ينفع 100% لعيب باسكت بول، ولكن ما ينفعش في اللعبة دي. قال لك ما بداش أنا أدخل الgym أشيل لي دمبلين 3 وألعب لي شوية dead lift وsquat وكلام زي كده، دخل الgym شافه مدرب متخصص في الpower lifting الstrong man والحاجات اللي زي ديّة كلها، قال له: "بُص أنت ييجي منك شكلك قوي وأوزانك بتزيد وبتاع وكلام زي كده، تعالَ معايا." مرّنه وبقى كويس جدًا وبقى قوي جدًا، دخل بطولات وكسب البطولات دي ولقى نفسه في لعبة تانية. إذًا أنت ممكن بالظاهر كده
يتهيأ ليك إنك تبقى لعيب باسكت، لكن جيناتك ما تجيبش معاك في الحتة دي، تجيب معاك في حتة تانية. فهي دي النقطة، بلاش نحكم على الناس بمنظرها من وهم صغيرين أو من وهو شباب، ده جيناته هتيجي في الحتة دي أو ما تجيش في الحتة دي. لأ، مش هنقدر نعرف إلا بالتجربة. وأكبر مثال على كده حافظ ثور، ما نجحش إن هو يبقى لعيب باسكت، ونجح إن هو يبقى لعيب باور ليفتنج أو لعيب سترونج مان ومن أقوى الناس في العالم. جم في دراسة بقى جديدة السنة اللي فاتت سنة 2025، وجابوا مجموعة بقى رجالة وستات وبتاع، وقعدوا يقسموهم ويحطوهم انتوا كده من المنظر الخارجي كده او من المورفولوجي بتاعتكم كده، الاستراكشر بتاعكم، انت اكتو، انت ميزو، انت مش عارف اندو، الحاجات اللي زي ديت كلها. اكتشفوا بقى ايه؟ ان جوه كل فئة او جوه نفس الفئة في اختلافات في الفئات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اجيب واحد هو شكله عريض من بره، او اتنين عفوا هم شكلهم عريض من بره، ولكن مختلفين في نسبة الدهون ونسبة الكتلة العضلية. ودي حاجة بيسموها هيتروجينيتي، يعني في اختلاف جوه كل نوع فيهم. ده يبقى عنده 30% فات، التاني عنده 20% فات، رغم ان الاتنين في نفس الفئة. دراسات في القصة دي لدرجة ان هم عملوا دراسة على حاجة اسمها انثروبومتريك، بمعنى ان احنا هنشوف الشخص ده بشكله كده، وهنحط شوية معادلات، وبناء على المعادلات دي هنقدر كمان نتنبأ في المستقبل بالكتلة العضلية اللي هو يقدر يكتسبها او الحجم العضلي اللي هو يقدر يتوصل ليه. وهنا في دراسات على الجزئية دي، بعض المعادلات ممكن تبقى متوسطة القوة شوية، وبعض المعادلات ممكن تبقى ضعيفة. هقول لك الخلاصة في الآخر، بس تابع معايا الفيديو. الفكرة ان في علم فعلا بيدرس الموضوع دوت اسمه كينيثروبومتري. العلم دوت بيدرس شكل الجسم والاستراكشر بتاعه، ويبقى شكل الجسم عامل ازاي. الفكرة دي كلها بقى، هل ده قابل للتطبيق في الجيم ولا لا؟ قال لك تعالى نشوف الأول، هل شكل الجسم بيفرق قبل التمرين ولا لا؟ في دراسة جديدة اسمها بيج بون بيج ماسلز، بمعنى عندك عظم كبير عندك عضلات اكتر. وفعلا الدراسة ديت واقعية وحقيقية. كل ما زاد الفريم بتاعك، شكل الهيكل بتاعك اللي انت مولود بيه وبتكبر بيه، كل ما زاد اكتر وليه تفاصيل معينة، كل ما جسمك شال عضلات اكتر. وده فعلا بيبان. اذا شكل الجسم بيفرق من قبل التمرين. في شخص كده مجرد ما تشوفه، هو شخص مولود عظمه عريض، وشكل الشولدر عنده هنا بشكل معين، ورقبته بشكل معين، رغم ان هو عمره في حياته ما دخل الجيم. فهو بشكل العظم ده هو بيشيل فعلا نسبة عضلات اكتر من الشخص اللي هو بطبيعته رفيع. طيب ده كده لسه ما دخلش الجيم بقى، هل بقى لو دخل الجيم اللي كان شايل عضلات اكتر هيكسب عضل اكتر، واللي كان شايل العضلات اقل هيكسب عضل اقل؟ قال لك طيب ما يلا بينا نعمل دراسه جديده ونشوف الموضوع ده. هنجيب الناس اللي هم فعلا بنقسمهم لشكل الاجسام كذا، وده شكله رفيع وده شكله اكتو ميزو، الكلام اللذيذ ده كله، ونمرنهم، نديهم جدول تدريبي ونظبط لهم الامور، ونشوف بقى على مدار 12 اسبوع او 3 شهور هيحصل لهم ايه. الفكره دي حصلت بالفعل، ولقوا مفيش اي اختلاف، كله بيكسب عضلات بريت قريب جدا لبعضه. مفيش الفروقات اللي تقول ايه ده، الناس الاكتو كسبت عضلات اكتر، او الناس اللي مثلا الميزو كان حجم العضلي عندهم مختلف عن الناس مثلا الاكتو او غيره. لا، كله كان رنجات قريبه جدا من بعضه. فالدراسه دي جابت لنا تقريبا 90% من الناهيه. واحد قال لك بقى، يطلع واحد ناصح يقول لك لا، الدراسات ديت فيها ليميتيشنز ومحتاجين قياسات ادق، غير مثلا اللي بيستخدموها الدكس او غيره، ومحتاجين MRI، ومحتاجين على مدد اطول. ينفع، مفيش مشكله، كل كلامك جايز وصح وصح، ومحتاجين دراسات اكتر وداتا اعلى والكلام ده كله. ولكن اللي موجود دلوقتي بيقول لنا، بقول لك ايه، ما تتحججش بشكل جسمك قبل ما تدخل الجيم. ماليش دعوه انت كنت شكل جسمك عامل ايه قبل ما تدخل الجيم. روح اتمرن وشيل حديده تقيله وظبط مجاميعك وشدتك وكل كويس، وبعدين بعد كده بقى تعالى اتكلم في اي حاجه تانية. لكن تقول لي اصل انا شكل جسمي اكتو او ميزو، فبالتالي لما اجي اكسب عضلات هيبقى مقدار، لا، ما تحكمش على كده. طيب هل الموضوع خلص عند كده؟ لا، ما خلصش عند كده. في دراسه من الدراسات الجديده لقت ان في عندنا مستويات من الناس، في ناس استجابتهم عاليه جدا للتمرين، في ناس استجابتهم متوسطه، وفي ناس استجابتهم قليله. هنا بقى دي التركيه. انا ماليش دعوه شكل جسمك ازاي، المهم استجابه جسمك اخبارها ايه. ودي هي اللي بتختلف ما بيننا وما بين بعض. انا كان بيجي لي ناس في التدريب اونلاين تلاقيه رفيع جدا، كله على بعضه 60 كيلو. 60 كيلو ده مهما تقعد تزود فيه مش عايز يزيد. وواحد تاني يجي 60 كيلو بجينات مختلفه، لقط له بس اكل كده،
شوية أكل، كارب كده وشوية بروتين وبتاع، والله العظيم أنا كان معايا واحد 60 كيلو بياخد مثلًا بتاع ما فيش، هو شوية فراخ قد كده على بيضتين 3 على مش عارف إيه، وتلاقيه عضلات ما شاء الله، بيزيد بال3، 4 كيلو عضلات طول ما بيستمر. ليه؟ genetics حلوة جدًا. شعّر له بس كده شوية mechanical tension وشوية بروتين، خلص الموضوع. واحد تاني مهما تعمل معاه جيناته بطيئة جدًا، 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 وده اللي لقته بعض الدراسات الجديدة، لمّا جمعوا كل المكتسبات الحجم العضلي اللي موجودة في دراسات مختلفة، لقوا إن ناس بتكسب ممكن بال10 وال15 كيلو عضلات، وناس تانية بتكسب ال3 و5 كيلو عضلات بالعافية. ونفس القصة عند البنات، في بنات هتقعد 5 سنين عشان تكسب 3 أو 5 كيلو عضل، وفي ناس تانية لأ، طيارة ما شاء الله تبارك الله. فit is genetics مش من شكل الجسم، genetics من جوه الجسم ذات نفسه. عشان ما اطولش الفيديو، هو اصلا طول لوحده اوتوماتيك، ما تجيش تتحجج لي وتقول لي شكلي جيناتي كذا، او انا اصلا انا اول سنه تمرين خدت كذا، لا لا. الاول تقعد سنين السنين، يعني بنتكلم 3 4 سنين ملتزم 100%، بتتمرن بشكل قوي، مضبط الدايت والتمرين بتاعك جدا، وبعدين بعد كده نبقى بنتكلم في جينات، نيجي نشوف بقى انت زدت على مدار الخمس سنين دول قد ايه. لما تيجي تزيد على مدار الخمس سنين 3 كيلو عضلات بس، اقول لك لا جيناتك وحشه، ما تنفعش انت بقى في اللعبه دي خالص. طيب على مدار 5 سنين التزام زي ما بيقول الكتاب، الاقيك زدت بقى 10 15 كيلو عضل، انت جيناتك كويسه، يفرق. فهنا دي الفكره، مش هنقدر نحدد الجينات بتاعه الشخص من شكل الجسم بنسبه 90%، ولكن نقدر نقول تصدق الراجل ده لو طلع جيناته من جوه حلوه يجي منه. يعني لما الاقي حد طويل وليكن 185 سم 190 سم وعرض كتافه مناسب، شكل الانسرشنز عنده كويسه، والاورج يعني ايه، بص بدايات كده ونهايات جسمه عضلاته كويسه يجي منه، الوتر بتاعه طوله بشكل معين، سمانته شكلها معين، تصدق ده لو ضغط على نفسه في التمرين وظبط كويس او عمل كذا يقدر يجي منه كويس. ده ممكن تقدر تقوله مفيش مشكله خالص، لكن ما يبقاش حد لسه اول يوم الجيم وتقول له انت بقى كمدرب واقف كده تقول له مش هيجي منك، اصل شكل الاستراكشر بتاع جسمك اكتو او ميزو، لا ده غلط. انت ما تعرفش المستقبل وما تعرفش الغيب فيه ايه. فدي نقطه مهمه، لان ممكن يبقى من جوه استجابات جسمه قويه جدا جدا جدا. تاني انا بتكلم الكلام ده على اكتسابك للحجم العضلي في لعبه كمال الاجسام، او انك رايح تعمل بودي ريكومبوزيشن، رايح تزيد عضلات وتخس دهون. لكن بتلعب بقى باور ليفتنج، بتلعب بقى جمباز، بتلعب بقى باسكت، بتلعب كذا، بتلعب سباحه، فتلاقي السباح ده دراعه طويل والتاني ده دراعه مش عارف ايه، ده ليه عزوم ميكانيكيه هنا مختلفه عن التانيه، والليفرج والكلام ده كله، ده حاجه مختلفه عن اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. انا بكلمك في الحجم العضلي. هل لما اشوف حد بره كده اقول ده يجي منه او لا، او هو اول يوم في الجيم؟ لا مفيش الكلام ده. يبقى احنا اذا اجابه الثلاث اسئله بتاعتنا، هل في حاجه اسمها انواع اجسام؟ في انواع اجسام، تمام. هل تقسيمه انواع الاجسام دي هتفرق معاك في التمرين او الدايت؟ لا، كلنا هنعمل تمرين ودايت. طيب ايه اللي بيفرق معاك في التمرين او الدايت؟ هي جيناتك الداخليه، معدلات الريكفري عندك قد ايه، بتاكل كويس ولا لا، بتنام كويس ولا لا، جسمك بيجي مع الشده التدريبيه عند رينج قد ايه، بتقدر تستحمل الارهاقات ديت ولا لا، هل جسمك بيستجيب للهاي فوليوم لللو فوليوم للحاجات اللي زي ديت كلها. لكن ما ينفعش اجي اقول واحد انت اكتو خد لك 5 مجاميع، انت ميزو خد لك 10 مجاميع، انت جندومورف خد لك 15 مجموع. مفيش الكلام ده خالص، ما بنقسمش الناس ولا بنقسم المجاميع طبقا لشكل الجسم. فيبقى انا كده جاوبتك على الاسئله. صدقني لو لسه ليك اي استفسارات تانية حطها لي في الكومنتات هجاوبك عليها، بس في الاغلب هتبقى انت ما سمعتش الفيديو كويس. بس كده، سلام.